أعطى واتقى وصدق بالحسنى واستبشر. الله أكبر ولله الحمد. ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت واعتمر واستمسك بالعروة الوثقى وانتهى واعتمر. الله أكبر ولله الحمد. ما صام نهاره واحتسب والصبر وقام ليله ورتل وخشع واستغفر. الله أكبر ولله الحمد. ما تفكر في آيات الله وتدبر واستبصر ورفع الأكف بالدعاء وتضرع واستنصر. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحمده سبحانه وتعالى حمد الخاضعين لعزه ومجده، ونشكره شكر المستزيدين من خيره وفضله. له الحمد بالإيجاد والإفضال والتسخير، وله الحمد بالإمداد والإنعام والتعمير، وله الحمد بالإسلام والإيمان والتوحيد، وله الحمد بالقرآن والسنة والهداية والتسديد. له الحمد كما يرضى، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا. نشهد أنه الله الواحد الأحد وحده لا شريك له، تقدست أسماؤه وعلت صفاته، وتمت بالصدق والعدل كلماته، ونفذت بالحق أقداره وأحكامه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أسعد خلق الله بالله وخاتم رسله ولسان حجته وجامع كلمه، سيدنا محمد بن عبد الله، الذي شرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره وأنار به الطريق ووحد القبائل والشعوب وجمع به الكلمة وألف القلوب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أما بعد، فمن فضل الله علينا معشر المؤمنين أن خلقنا فسوانا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وأرشدنا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا وهدانا. أتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، واصطفانا من الأمم لنكون خير أمة أخرجت للناس أجمعين، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. أنزل علينا أحسن الكتب وصدق به أفضل الرسل ليخرجنا من ظلمات الحيرة وسوء الطريق إلى نور اليقين وسواء السبيل، ويعلمنا الحكمة وفصل الخطاب، ويزكينا بسبيل التحلي بمكارم الأخلاق المسطرة في نصوص السنة وآي الكتاب، والتخلي عن شنيع الخصال المحبطة للأعمال يوم يقوم الحساب. إنها نعم مسداة لا تحصى، ومواهب مهداة لا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بلغنا بفضله شهر الصيام والقيام والإحسان والقرآن، ووفقنا للصيام والقيام والإحسان وتلاوة القرآن، وبلغنا العشر الأواخر منه فأحييناها بما يليق بمجدها وقدرها وقدسها وسلامها وذكرها وأنسها، متعرضين للطيف نفحاتها وزكي أرواحها
وجميل بركاتها وسني أنوارها، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فها هو ذا رمضان قد ترحل بخيره وسره، وليس من بيننا في رمضان الدابر من ضمن لنفسه أن يمتد به العمر إلى رمضان الحالي. وتعلمون أن فينا من كان يؤمل صيامه وقيامه فأخطأه الأمل وعاجلته المنية وباغته الأجل، وانتقل إلى دار البقاء حيث لا ينفعه إلا ما قدم من عمل. فالسعيد من ادخر في يومه لغده وتزود بخير الزاد من دنياه لآخرته، والشقي من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وألحد في آيات الله وتعدى حدوده وانتهك حماه. والرغيم من دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يدان بالعتق والرضا والغفران. يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معشر المؤمنين، كيف لا تتصدع الجبال الشم من خشية الله بإنزال القرآن؟ والقرآن كلام الله الذي هو الهدى والروح والرحمة والنشور والنور والبشرى والسرور والموعظة والبرهان والتذكرة والفرقان والذكرى والتبيان. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هو الشفاء لما في الصدور من صنوف الضيق والقساوة، وهو الأمان في الدين والدنيا من ضروب الضلال والشقاوة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هو الملجأ الأوقى عند اشتداد العوادي والنوب، وهو الملاذ الأقوى إذا دهمت الدواهي والكراب. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والبيان المبين والصراط المستقيم. من استعصم به عصم، ومن استمسك بعروته رحم، ومن ابتغى الهدى في غيره حرم، ومن تركه من جبار قصم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الهادي للتي هي أقوم يرشد الفرد إلى قوام الاعتقاد وحق اليقين، ويدعوه إلى الإخلاص في العبادة واتباع سبيل المتقين، والخلاص من عبادة الهوى وموالاة المردة المارقين، والانكفاء عن استحكام الشهوات وشبهات المبطلين، والانعتاق من سلطان المعاصي وتلبيس المنتحلين، والانتباه من الانحراف مع أراجيل الحاقدين وإملاءات الناقلين. يقول عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ويقول جل في علاه: ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فلديناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الهادي للتي هي أقوم يأمر بالتزام الصدق في الأمور كلها ونبذ الكذب، ويأمر بالعدل بين الناس ونبذ الشطط، ويأمر بالعفة والحياء ونبذ الميوعة، ويأمر بأداء الأمانة ونبذ التفاهة، ويأمر بالبر والصلة ونبذ القطيعة، ويأمر بالقول والمعروف ونبذ الوقيعة، ويأمر بحسن الجوار ونبذ الأذية، ويأمر بالمساواة بين الناس ونبذ الحمية، ويأمر بالمحبة والإيثار ونبذ الأثرة، ويحث على حسن العشرة وترسيخ قيم الأسرة، ويصون الأمة من دعوات التمرد عن شواهد الحق وقواطع الدين وقواعد الفطرة، ويقيها من اللجوع إلى التغريب ولوازمه من الاختلال والتهتك والإباحيات. الهادي التي هي أقوم هو ما به استحقت أمة القرآن مقام الوصية الموعودة، وحازت شرف الظهور على الأمم بمقتضى مزية الشهادة في قول عالم الغيب والشهادة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، إن هداية القرآن الكريم لا تنفك بحال عن هداية السنة المطهرة التي هي بيان القرآن الكريم وثاقا لذكر الله القويم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لذلك أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالاستمساك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والالتزام بهداه انفاذا لأمر الله المطاع، وجعل طاعته من طاعته ورضاه، ومحبته في اقتفاء أثره وترسم خطاه. فقال جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأقسم بربوبيته بحبيبه على نفس الإيمان عمن يضيق فرعا بالاستنان بالسنة النبوية والاحتكام والاستغلال بالدوحة المحمدية والإنسان. فقال تعالى مجده: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين أن فئام من أبناء المسلمين تفرقت بهم السبل وضلوا السبيل والتبست عليهم الحقائق وصحوا عن السبيل، وزعموا أن في القرآن مندوحة عن الحديث وفي الآيات البينات غنية عن السنن والأحاديث، وذهلوا عن أن القرآن هو الذي أوجب التحاكم إلى الحديث، وأن منزل القرآن هو منزل الحديث مصداقا لوحي الله المجيد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أعلام نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل صدق رسالته أن ألهمه الله تعالى في مقام الحذر من المخالفة عن أمره حال أولئك الذين أنكروا السنة واستكفوا بالكتاب وجحدوا الهدي النبوي وقطعوا الأسباب ولمزوا عدول الرواة ونبذوهم بالألقاب وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهم بزعمهم ينتصرون للكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه
يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث خبيث فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألا وإن في تعظيم قدر السنة النبوية تعظيما لقدر الرسول، وفي تعظيم قدر الرسول تنزيه لمقام رب الرسول، وإن اتباع رسول الله شرط معتبر لاستحقاق محبة الله إمضاء لحكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، واتباع الرسول مسلك قاصد لاستنزال رحمة الله إنفاذا لوعد الله، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم من الآيات البينات والحكمة، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين ويرحم الله عبد واتقى وصدق بالحسنى واستبشر. الله أكبر ولله الحمد. ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت واعتمر واستمسك بالعروة الوثقى وانتهى واحتمر. الله أكبر ولله الحمد. ما صام نهاره واحتسب والصبر وقام ليله ورتل وخشع واستغفر. الله أكبر ولله الحمد. ما تفكر في آيات الله وتدبر واستبصر ورفع الأكف بالدعاء وتضرع واستنصر. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحمده سبحانه وتعالى حمد الخاضعين لعزه ومجده، ونشكره شكر المستزيدين من خيره وفضله. له الحمد بالإيجاد والإفضال والتسخير، وله الحمد بالإمداد والإنعام والتعمير، وله الحمد بالإسلام والإيمان والتوحيد، وله الحمد بالقرآن والسنة والهداية والتسديد. له الحمد كما يرضى، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا. نشهد أنه الله الواحد الأحد وحده لا شريك له، تقدست أسماؤه وعلت صفاته، وتمت بالصدق والعدل كلماته، ونفذت بالحق أقداره وأحكامه.
سبحانه سبحانه، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أسعد خلق الله بالله وخاتم رسله ولسان حجته وجامع كلمه، سيدنا محمد بن عبد الله، الذي شرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره وأنار به الطريق ووحد القبائل والشعوب وجمع به الكلمة وألف القلوب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أما بعد، فمن فضل الله علينا معشر المؤمنين أن